أهلا وسهلا فيكم في قناة أفكار النجوم للمسلسلات. في هذا الفيديو راح أخبركم عن مسلسلات تركية جديدة. وقبل ما نبلش، لو أول مرة بتتابعوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مسلسل تشريح الفوضى. نوع المسلسل دراما عائلي. تدور أحداث المسلسل حول أوزان، وهو طبيب مثالي يعمل في قسم الطوارئ ومعروف بأخلاقه وحب الناس له. وبعد أن يفقد شقيقته بشكل مأساوي، يجر الطبيب إلى عالم الجريمة المنظمة ويضطر إلى التعاون مع زعيم العصابة الجديد رغم التوتر والخطر. مسلسل حب ودموع. نوع المسلسل دراما عائلي. المسلسل مقتبس من مسلسل كوري اسمه ملكة الدموع. تدور قصة المسلسل حول سليم وهو محامي ناجح، وميرا العروس القادمة من عائلة نافذة، وزوجته ميرا الذي يبدو زواجهم من الخارج مثاليا ومليئا بالنجاح والحب، ولكنه في الباطن هش ومهدد بالانهيار في أي لحظة. وبعد مرور سنوات قليلة من زواجهم، قرر سليم الانفصال، ولكن خبر صادم قلب المعادلة رأسا على عقب، وهو ما ترك سليم في حالة من الذهول والصمت. مسلسل دين الروح. نوع المسلسل دراما عائلي. تدور المسلسل حول فتاة هاربة من والدها تلجأ إلى هاندان، وقبل هروبها تقول لوالدها كلمات قاسية إنها متمنية موته بدل أمها. ومع مرور الأحداث تتطور القصة لتشمل علاقات معقدة بين الفتاة دوغا ووالدها، وتوترات بين هاندان وزوجها جلال، ما يؤدي إلى اكتشاف الأسرار والخيانة التي كانت مخفية في العائلة. ومع كل سر يكتشف تزداد الإثارة والغموض وتعقيد العلاقات الأسرية. مسلسل خفقان. نوع المسلسل دراما. يتحدث المسلسل عن امرأة تدعى هوليا، تربي أطفالها الثلاثة بمفردها، وتواجه ابنتها الكبرى أصلي مشاكل صحية خطيرة بسبب قلبها الاصطناعي، وتنتظر عملية زرع قلب. أما ريحان ألقان فهي أرملة من عائلة ثرية تحب ابنتها مليكة كثيرا. تتقاطع حياة هوليا وريحان، وهما امرأتين تنتميان إلى طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، وبعد وقوع كارثة تغير مصير العائلتين إلى الأبد. مسلسل عيناك كالبحر الأسود. نوع المسلسل دراما رومانسي. تدور أحداث المسلسل حول أزيل، الشاب الذي نشأ بين أمواج البحر الأسود القاسية في كنف امرأة اعتبرها والدته طوال حياته، غير أن وفاتها تكشف له سرا يغير مجرى حياته بالكامل. فهو الوريث الضائع لعائلة ماتشاري، إحدى أعرق وأقوى العائلات في تركيا. صدمة اكتشافه لهويته الحقيقية تدفعه للانتقال إلى إسطنبول، حيث يجد نفسه وسط عالم غامض مليء بالمكائد والصراعات العائلية. وهناك يلتقي غونيس، لتبدأ قصة حب مستحيلة إذ تجمعهما عاطفة جارفة تصطدم بقيود الواقع وخيانة المقربين ومصالح العائلات. مسلسل أنا ليمان. نوع المسلسل دراما. ويقدم المسلسل قصة أسرة مليئة بالأسرار والخيانة والانتقام، إذ تدور أحداثه حول 4 نساء ورجل واحد، ليمان وشاهيكا وماين وسوزي وديمير. تتشابك مصائرهم مع ظلال الماضي، وما يكتشفونه يغير حياتهم ويمهد الطريق لمواجهات درامية وسط عالم هادئ في مظهره، لكنه يخفي عواصف جارفة. مسلسل غريب في المرآة. نوع المسلسل دراما. تدور أحداث المسلسل التركي غريب في المرآة حول امرأة تدعى عذراء، تعيش في علاقة زوجية مليئة بالسيطرة والعنف مع زوجها أمير هان. تحاول عذراء الهروب من الماضي المؤلم والقيود التي تحاصرها، تواجه تحديات أكبر حين تجبر على حماية طفلتها في ظروف قاسية. في ليلة مظلمة وأثناء محاولتها الهروب تتعرض لحادث سير خطير في إحدى الغابات، يغير هذا الحادث مسار حياتها بالكامل. وفي تلك اللحظة المصيرية يتدخل جراح تجميل مشهور يدعى باريش، يساعدها على النجاة ويجري لها عملية تجميل شاملة
تغير ملامحها تماماً لتبدأ حياة جديدة بهوية مختلفة. وهذه النقطة تمثل التحول الدرامي الأبرز في القصة، حيث تجد عذراء نفسها بين خيار الاستمرار في الهروب أو مواجهة ماضيها لاستعادة حياتها وطفلتها. ويسلط الضوء على قوة الأمومة والإرادة في مواجهة الصعاب والتحديات التي قد تدفع الإنسان لاتخاذ قرارات مصيرية. مسلسل الورود والذنوب نوع المسلسل دراما رومانسي. تدور القصة حول شخصية سرحات، وهو رجل أعمال ناجح يعيش متمسكا بقيم الثقة والعائلة، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب إثر حادث مأساوي تدخل فيه زوجته بيرات في غيبوبة، ليكتشف أنها كانت تخونه لسنوات طويلة. وبينما يحاول استيعاب الصدمة، يلتقي بزينب وهي بائعة زهور بسيطة، لتبدأ علاقة عاطفية جديدة تختلط فيها المشاعر بالخيانات والأسرار العائلية الخطيرة. حقق المسلسل نسب مشاهدة قوية، ما يعكس اهتمام الجمهور التركي بمسلسل يحمل مزيجا من التراجيديا والأسرار العائلية. مسلسل ولي العهد. يتناول المسلسل التركي صراع العائلات على السلطة والمال والقصص الرومانسية المعقدة بين أفراد العائلة الواحدة، وهو عمل مقتبس عن قصة حقيقية يمتزج فيها الحب مع السلطة والأسرار. تتمحور قصة المسلسل حول الميكانيكي تيمور، وهو الشخص الذي يغرق في الديون ثم يجد نفسه الوريث لعائلة ذوالفقار كارسل الثرية، فينقلب حاله تماما. وفي الوقت نفسه يفقد الرجل الثري ذوالفقار كارسل نفوذه بعد أن كان يشارك في محطة حافلات كبيرة. وحين تتجه الأنظار إلى عودة ابنه ظافر من الخارج، تلتقي العائلة بتيمور الغارق في الديون. يجد تيمور نفسه فجأة في موقع لا يحسد عليه بعدما يطلب منه أن يتقمص شخصية وريث العائلة ظافر كارسلي، مما يفتح أمامه أبواب عالم لم يكن يتخيل دخوله يوما. وتبدأ التوترات بعدما يجد نفسه مضطرا ليكون زوج ريحان، وهي زوجة الابن الغائب، وتنكشف له كثير من أسرار العائلة الثرية. وهلأ وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تخبروني أي أكتر مسلسل حبيتوه وعم تتابعوه حاليا وبتوصوا المشاهدين إنه يتابعوه. وشكرا للمشاهدة، واستنوني فيديو جديد.